السلام عليكم، كي راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كيف الاحوال؟ كي راكم مع الحمان؟ الله يجيرنا من نار جهنم يا ربي والله يقدرنا. الوصفه تاع اليوم هي لاباط فويتي. كما شفتوا لاباط فويتي العجينه المورقه. غادي نشرح لكم شرح مبسط وان شاء الله تفهموها، والطريقه سهله ما غاديش تغبنكم. المهم انتم تبعوا المراحل وصاي وان شاء الله تجربوها. كاول خطوه نبدو على بركه الله. بسم الله. حكمت الكيلو تاع فرينه، 10 مغارف تاع الزيت، مغرف تاع الخل والملح. الملح حسب الرغبه، كتري نقصي دبري راسك الملح كيما تبغي. هنايا غادي نحكموا الفرينه مع ديك الزيت، غادي نبسوها مليح، عاد نرونوها بالماء. الماء يكون بارد من الحنفيه، ماشي من الفريجيدير، غير من السباله. ترونيها. هنايا العجينه المورقه راهم يخدموا بها بزاف صوالح. تخدمي بها الملح وتخدمي بها صوالح حلوين. صوالح حلوين كما نعرفوا الميلفاي. كاين شحال من وصفه واحده اخرى يخدموها بالميلفاي. وفي المال يخدموا بها لي كورني، لي فولوفون، لي ميني بيتزا، بيتزا كوفير يقولها كوكا. كاين بزاف. المهم تنجمي تخدمي بها كلش العراقه. المهم تكوني خادمتها، من الافضل تكوني خادمه ديسها في الكونجيلاتير. هي تقعد 3 شهور في المجمد، تقعد لك 3 ايام حتى 4 ايام في الفريجيدير تحت في المجمد. انت تكوني خادمه وديستها في الكونجيلاتير. نهار اللي ترشق لك تبغي دي حاجه حلوه وحاجه مالحه انت وحسب الرغبه تاعك. المهم تسهل علينا بزاف امور كي توجديها من قبل ودسيها. اهم فيها بالماء عادي. ان شاء الله شيرات هنا انا شويه طلقتها بالماء. يليق تكون العجينه شويه يابسه، ما تطلقوهاش بزاف. انا هنايا مساوت لي بالماء شويه، كثرت لها شويه تاع الماء. هي نورمالمون تجي يابسه قاصحه شويه باش كي دير لها الدهان وكاع يبان هذاك الفيطاج. المهم روحت خليتها ترتاح واحد 5 دقائق ولا. روحت حليت الدهان كان بدرجه الغرفه. نحكمها ونعطيه طريحه كما راكم تشوفوا الشيرات، غير بالرولو. هذه هي اسهل عمليه. ملي ترابي الدهان، وكاين اللي يطلوه، وكاين بزاف وصفات. المهم انا هذه هي الوصفه، الطريقه اللي نعتمدها في لي تاعي اللي نخدمهم تاع لاباط فايتي، خصوصا في شهر شعبان نخدم بزاف لي تاع لاباط فايتي. هذه هي الطريقه. شوفوا انا نحاول هنايا باش نشكل شكل مستطيل. راني نسقلها في الحواف دوك القنوته، نحاول قدر المستطاع تشكلوا مستطيل باش ندحو في وسط العجينه ما يغبناش. ان شاء الله تكون فهمتوا. اللي ما فهمتش تخلي لي استفسار ولا تخلي لي تعليق، راني هنا نواجبها، ما كاينش مشكل. هاني هنايا صاي شكلت هذاك المستطيل اللي قلت لكم عليه بالدهان تاع الدهان باريزيان تاع لاباط فايتي، مخصص للاباط فايتي. هنايا حليت العجينه باستعانه الفرينه. دائما شي تكثروا الفرينه، ديروا من التحت وديروا من الفوق، سهل عليكم عمليه التوريق. نحاول نحل مستطيل. هنا الشيرات راني نسرع في الفيديو على قد ما نجمت. سرحت لكم الفيديو خاطش الفيديو طويل بزاف، قاعده نسرح فيه باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتملوا منه. هنايا كي شكلت مستطيل جبت لك الدهان درته في الوسط وقفلت عليه الجوانب من ومن. وهنا الشيرات لازم الفرينه كي تشوفوا الفرينه في العجينه من الفوق تنفضوها، ما تخلوش الفرينه باش العجين يلصق مع بعضها. هنا نعاود نرش الفرينه ونحاول نحلها مستطيل. الشيرات طريقه الحل كي الدهان اللي دايرتها في الوسط لازم الطريقه ما تروحيش تحكمي الوراق وتروحي تورقي ديريكت، لا، الا تقعدي تكفيه تحكمي الوراق وتقعدي تكرازي غير بشوي 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 في لاباط كي نقولوا، تقعدي تكحزي في داك ومن بعد عاد تبدي تورقي. الوراق ماشي تروحي وتولي كيما تمرقوا الصابلي ولا لا،
بهولي التوريق راني نديره الشيرات التوريق، طريقه التوريق. هنا شكلت مستطيل طويل، ننفض الفرينه اللي عندي وندير تور دوبلي. هذا هو تور دوبلي. نقفل الجانبين على بعض البعض، الجانب اللي منا نقفله على خوه والجانب اللي من هنا نقفله على خوه، بعد نقفلهم. هذا ولا تور دوبلي. هذه الاولى. نخلوها ترتاح الشيلات واحد 2 دقائق ولا 3. ولا هنا من داك العجينه كانت طالقه شويه شويه طريه، تم قاعد نخدم. شوف كي نقعد نكرازي في لاباط، كي تكون عندك لاباط تاع فايتي غليظه راها عاد غلا، ما تتحكميش الوراق وتبدي تورقي. نبدا نكرازي نهود فيه هذيك لاباط ونطرحها شويه بالرولو، عاد نبدا نورق. هنا تاني نعاود نشكل مستطيل واحد اخر ونعاود ندير لها تور اخر، تور دوبلي ثاني. ثم درنا تور دوبلي الاول ونعاود تور دوبلي الزاوج. نقفل الجوانب، نخلو الفراغ في الوسط على قد اسبوع ولا اسبوعين باش نجمو نطوها. كما تشوفوا راني مخليه فارغ في الوسط. ها هو التور الزاوج. نعاود نخدم التور الثالث بنفس الطريقه، تكرار العجينه كما قلت لكم، تديروا عليها بالرولو، عاد تبدو تورقوا. تبعوا الخطوات غادي تجيكم سهله. هنا تاني قعدت نوريها على شكل تاني مستطيل. هي صح عجينه المورقه متعبه، بصح وحده كي توالف شويه ما صلاح تاع ولف هادو. هنا غادي ندير التور الثالث، نديره تور ثاني. نطبق دوك تشوف هنا المستطيل كان عندي طويل، شوف طبقت على الجانب هذاك الايسر طبقته على خوه، والجانب الايمن طبقته على الجانب الايسر. صاي ومن بعد في التالي حكمت جينا كي كانت محلوله كيما هاك، طبقتها على اختها وراني كملت. ثم درنا 3 تور، 2 دوبلي ودرت 1 سامبل. هنايا بعد ما ارتاحت كاع العجينه حيتها في الفريجيدير، خليتها تبرد. الا تبرد شي باش تخدموا فيها باش ما تعيد. هاني غادي يخرج لكم من ومن. بديت نخدم لا كوموند اللي عندي، كانت عندي لا كوموند تاع لي كوني. غادي نحله على شكل مستطيل ونبدا نخدم بالجراره، نقطع شرائط بالجراره يليق الشرائط يكونوا شويه رقاق ما تغلظوش. وحاولوا ديروهم قد قد. هنا نحكم لي كورني. انا لي كورني اللي عندي من الكبار نخدم بهم، ماشي هذوك الصغار ماشي الكبار نخدم بهم. هنا تترولوا في الشريط على خوه. شوفوا طريقه الخرك اللي نخدم. ومن بعد تزيروا الحواف تاع كل دوره، نزيروه على خوه باش من بعد ما ينحلناش في الكوشه. من الصوره راها باينه الطريقه كيرا. وغادي ديك الحافه التاليه تاع اللي لصقتها اللي غلقت بها الكورني التاليه كاع نحطو في من الجهه المغلوقه، نديروها من تحت باش حلناش في الكوشه.
غادي نكمل كاع هاد الخريطه بنفس الطريقه. وهادو لي شيت اللي لنا اللي قطعناهم دوك الزوائد، شوفوا الطريقه نخدم بها، نلمهم كي نلمهم باش نعاود نخدم بهم، ماشي نحكمهم ونلمهم نعجنهم كما اي عجينه. تبدو تحكموا ديروا وحده فلا. هذه هي لي شيت تاع لاباط فايتي كي يقعدوا تخدموهم بهذه الطريقه. هنا عندي انا هذا الوراق الصغير استغناش عليه نخدم به بزاف، شي تكون عندي العجينه صاوله. انا بديت نستفهم في البلا. شوفوا الجهه نديرها من تحت باش ما تنحليش وشه. غادي نهم درت حبه تاع البيض كامله مع قرصه ملح، نخلطها مليح ونبدا في لي كورني، وندير لهم شويه تاع الجنجلان من الفوق. اللي تبغي دير السانوج ميم هادو جمو تعمروهم، يعمروهم نورمالمون بالفرomاج، وديري لها دجاج ولا ديري لها طون ولا كيما تبغي. وهنايا صاي طابو لي كورني تاعي طابو. تنجمو ثاني تعمروهم بلا كريم باتيسير، يجو حلوين يجو مالحين. عجبو كي طابو لي شيرات. شوفوا كي شابين، خفاف لي زعما اش نقول لكم، يجو بزاف خفاف ومقرمشين. تاكليهم غير هاك بلا ما تعمرهم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه الشيرات. بقى لي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقوا في فيديو واحد اخر ووصفه واحده اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.